الجيش المغربي اليوم ماشي جيش تقليدي، بل مؤسسة متطورة باستراتيجية واضحة. فالقوات الجوية درنا قفزة نوعية بتطوير أسطول المقاتلات والتكنولوجيا الحديثة. وفالبر ركزنا على الدبابات والمدفعية لزيادة سرعة الاستجابة والجاهزية. حتى البحرية تطورات لتأمين سواحلنا الطويلة على الأطلسي والمتوسط. لكن القوة الحقيقية هي في التدريب والعقيدة الدفاعية اللي هدفها حماية الوطن. هذا هو التوازن المغربي، قوة تحمي المغرب بحكم وعقل الموقع يختار الجغرافي السلام. ديالو والتحديات الإقليمية فهم من بكري أنه قوة الدولة ما كتقاس غير بالاقتصاد، ولكن حتى بالجاهزية الدفاعية. خلال السنوات الأخيرة المغرب ركز على تنويع مصادر التسلح وما بقاش معتمد على دولة واحدة، وهذا أعطاه مرونة كبيرة وقوة تفاوضية في الساحة الدولية. فالقوات الجوية المغرب دار قفزة نوعية من خلال تطوير أسطول الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، فالاستطلاع وحماية القوات المجال البرية، الجوي. فالتركيز كان على الدبابات المطورة، المدفعية، ووسائل النقل العسكرية الحديثة اللي كتخلي الجيش أكثر حركة وأسرع استجابة. وفي القوات البحرية المغرب خدم على تأمين السواحل ديالو وحماية المجال البحري، خصوصاً مع الامتداد الكبير على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ولكن القوة الحقيقية ماشي غير في السلاح. القوة الحقيقية في التكوين والتدريب استثمر بزاف في التدريب المشترك مع جيوش عالمية، وهذا الشيء خلاه يرفع من مستوى الجاهزية ويواكب التطور العسكري العالمي. الأهم من هذا كامل إنه العقيدة العسكرية المغربية هي عقيدة دفاعية هدفها حماية السيادة والاستقرار وماشي خلق الصراعات. ترسانة الأسلحة هي وسيلة ماشي غاية، وسيلة باش يبقى الوطن آمن وباش السلام يبقى هو الخيار الأول. والمغرب برغم كل التطوير العسكري ما زال كيراهن على الدبلوماسية والاستقرار والتنمية، وهذا هو التوازن الحقيقي، قوة تحمي وعقل يختار بصمت. المغرب اليوم ما بقاش غير دولة بتاريخ عريق، بل ولا كذلك قوة إقليمية عسكرية كتطور قدراتها سنة بعد سنة وبطريقة ذكية متوازنة وبعيدة عن الضجيج الإعلامي. فاش كان سمعوا كلمة ترسانة عسكرية كان فكروا مباشرة في الحروب والأسلحة الثقيلة، ولكن في حالة المغرب الموضوع أعمق من هذا الشيء. المغرب العسكرية، المغرب ما كيعتمدش على منطق الهجوم، بل على الدفاع، الردع، وحماية السيادة الوطنية. هذه العقيدة هي اللي خلات المملكة تركز على الجودة، التكنولوجيا، والتدريب، ماشي غير كثرة السلاح. سلاح الجو، التفوق من السماء. سلاح الجو المغربي عرف تطور كبير في العشرية الأخيرة. تم تحديث الأسطول الجوي بمقاتلات حديثة معروفة بقدرتها العالية على المناورة. ماشي غير قوية، بل مربوطة بأنظمة رصد ومراقبة متطورة كتخلي المغرب قادر يحمي مجاله الجوي ويراقب حدوده البرية والبحرية بشكل فعال. وزيد عليها طائرات نقل عسكري، طائرات تدريب، وطائرات بدون طيار للاستطلاع. القوات البرية توازن بين القوة والمرونة. الجيش البري المغربي يعتمد على مزيج بين المعدات الثقيلة والوحدات السريعة التدخل. الدبابات، المدرعات، وأنظمة المدفعية الحديثة كتشكل العمود الفقري لهذه القوات. لكن الأهم هو التكوين والتدريب، حيث كي تدار مناورات مشتركة مع جيوش عالمية كبرى، وهذا كي يخلي الجنود المغاربة ديما مهيئين لأي سيناريو. الملكية، حماية السواحل والممرات. المغرب عنده واجهتين بحريتين، الأطلسي والمتوسط، وهذا كي يتطلب قوة بحرية محترمة. البحرية الملكية تطورت بفرقاطات حديثة وسفن دورية كتساهم في حماية السواحل، محاربة التهريب، وضمان أمن الملاحة. التكنولوجيا والتحديث المستمر. القوة العسكرية اليوم ما ولاتش غير سلاح وجنود، بل معلومات، تكنولوجيا، وتنسيق. المغرب استثمر فأنظمة المراقبة، الأقمار الصناعية، الأمن السيبراني، وتحديث مراكز القيادة. هذا الشيء كامل كي يخلي القرار العسكري أسرع وأكثر استراتيجية. واحد من أسرار قوة المغرب
هو تنويع الشراكات العسكرية كيعاون ويتعاون مع دول مختلفة باش يبقى مستقل وما يكونش تابع لطرف واحد. هاد السياسة كتعطيه مرونة كبيرة في التحديث والتطوير. الخلاصة: ترسانة الأسلحة المغربية ماهيش للاستعراض، بل لضمان الاستقرار، حماية الوطن والحفاظ على السلام. المغرب كيبني قوته بهدوء، بعقلانية وبرؤية بعيدة المدى. إذا بغيتوا فيديوهات أخرى كتكشف خبايا القوة المغربية ولا مواضيع استراتيجية مشوقة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتخليوا لي رأيكم في التعليقات. القادم أقوى، وخليكم ديما معانا مع يونس في بيس، وشكرا إلا لقاء في فيديو قادم.